عسلامة، معاكم شذلية ياسمين من تونس. ما تبخلوش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس مع عمل جيم للفيديو حتى يصلكم كل جديد. منذ ساعات قليلة شقيق علاء الشابي منجي الشابي ينزل تدوينة على حسابه بالفيسبوك، يعني خبر صادم. اسمعوا معايا هذا كلام منجي: لقد تم قرصنة حسابي وتم غلقه لمدة يومين، ووراء هذه الدناءة شقيقي وقرينته، طبعا يقصد علاء الشابي وزوجته رملة الذويبي، والذي يعمل لحسابهما، وهو يترأس عصابة هاكرز تخترق الهواتف والحسابات ثم يقومون بابتزاز ضحاياهم. يعني معلومات خطيرة. لقد جمعت كل المعطيات بدقة على عملية الاختراق بمساعدة المختصين. كما كتب المنجي الشابي على حسابه بالفيسبوك: اتهم فيها شقيقي علاء وزوجته رملة بفبركة حكاية مرضه بالسرطان. وأضاف بأن علاء تحيل على الشعب التونسي وعلى شعوب المغرب العربي حتى تعاطفت معه، بل إنه تحيل على رئيس الجمهورية الذي تدخل له للسفر إلى فرنسا ووعد بكشف كل الحقائق، وأنه سوف يقوم بسرد القصة لرئيس الدولة وينهي هذه المهزلة ويتصدى له حتى وإن كان أقرب الناس له. والسؤال المطروح: هل مرض علاء الشابي صحيح أو لعبة قذرة واستهزاء بعقول محبيه وتلاعب بمشاعرهم؟ يعني نطلب الاستفسار من علاء الشابي حتى يوضح لنا الأمر هذا، خاصة وأن آخر الأخبار جات من أقرب الناس ليه وهو أخوه منجي الشابي. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.